السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. على بالي القناه هذه ما راناش نشروا فيها بزاف وكامل، معليش خوتنا. اليوم رجعت لكم فيديو غادي نتكلموا فيه على الفتاه الجزائريه اللي تعرضت للسرقه من طرف اثنين من الاشخاص خوتنا جزائريين، ماشي كبار في العمر خوتنا، صغار في العمر، نورمالمون يكون عندهم بالك 18 عام 17 عام. المهم تعرضوا لهذه الفتاه وسرقوا لها الهاتف تاعها على ما اعتقد، وسرقوا لها صوالحها ورماوها في الارض خوتنا وهربوا مباشره. وهذا الفيديو تداول بقوه في مواقع التواصل، ومباشره بعدها دخلوا الشرطه. نورمالمون هذه في بيتنا والشرطه تاع بيتنا هم اللي دخلوا، وتم القاء القبض على هذو الشباب اللي قاموا بسرقه الفتاه. تم القاء القبض على المجرمين خوتنا. المهم غادي نشاهدوا بعض المقاطع خوتنا حول هذه القضيه، نشاهدوا في الاولى كيفاش تم سرقتها، كيفاش رماوها في الارض وكامل، وبعدها نزيدوا نتبعوا. تابعوا معنا خوتنا، وما تنسوناش اللايك، عطونا رايكم، اللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. كما شفتوا معنا خوتنا، هذا هو الفيديو اللي يوضح كيفاش تم سرقه هذه الفتاه. الفيديو راه فيه كتبه كامل، بالك ما يكونش باين لكم نيشان خوتنا. راني جبت لكم فيديو اخر يوضح لكم كل شيء وبلقطه بلقطه خوتنا. عاودوا تتبعوا معنا. المهم كما شفتوا هذه هي السرقه اللي تعرضت لها هذه الفتاه الجزائريه. سرقوا لها الهاتف تاعها، وما على بالناش اذا كان الهاتف وحده ولا لا خوتنا. المهم بعد ما سرقوها انتشر هذا الفيديو بقوه، ما على بالناش شكون اللي صور الفيديو. المهم حاجه مليحه اللي دارها، هذه هي اللي رانا باغيينها من كامل الجزائريين، التبليغ عن طريق التصوير، عن طريق اي حاجه خوتنا، باش نقضوا على هذو المجرمين ونقوا بلادنا من هذا المرض. المهم بعد تصوير الفيديو تم تداوله بقوه في مواقع التواصل، مباشره دخلوا الشرطه تاع بيتنا والقوا القبض على هادو الشباب. تبعوا معنا الفيديو. هذه صرات الحشيه في ولايه باتنا، وين جابوا هادو الزوج هنايا صغار بلا في عمرهم 17 سنه ولا 18 سنه. كافو هذه الطفله هنايا وحدها، طيحوها هنايا وداروا التليفون تاعها، والسيد هنايا جا يعاونها ليسونسيال، داو التليفون وهربوا. من بعد كي يدوه من الحبس يبداو صحابهم يحطوا هذيك الستوريات، طلبوا صرا صاحبي من الغربه ولا من المهم اغاني تاع الحوسات، المهم تاع كاع الحلول تاع الارض منين فيكو راه طفله هنايا. بصح اللي صورها الله يعطيه الصحه، يعني كوماش هذا الفيديو مصور وراه ترند دروك، يعني راه رائج رقم واحد، ما يقدروش يحكموا هذوك الزوج خلال ساعات قليله. يعني تبارطاجا يا ربي 3 سوايع 4 سوايع، الشرطه الباب لقات القبض عليهم ثمثم، يعني مابا ساعه ولا ساعه ونص جابوهم دير. اقرا تشوف معايا هنا شرطه باتنا توقف المعتدين على امراه تمكنت مصالح الامن ولايه باتنا اليوم الخميس 29 جانفي 2021 من توقيف 3 اشخاص. حنا الفيديو شفنا زوج، ممكن هذاك اللي جا يعاونها قادر يكون مشارك معاهم، يعني قادر يكون خالق نفس القصه باش يعرقلها ويلعب يعاون فيها. ممكن جدا يقدروا يدير هذا الشيء، لكن مور ما تبارطاجا الفيديو حكموهم صوت راس وضربوا ديروا لهم الموسيقى تاع الحبس. ربي يجيب الخير ان شاء الله. السلام عليكم. كما سمعتوا هذا الاخ الجزائري واش تكلم، وايضا كما شفتوا الشرطه لقوا القبض على هذو المجرمين بعد سرقتهم لهذه الفتاه، وقاموا بالاعتداء عليها، ماشي غير سرقوها، يعني اعتدوا عليها في الاولى، رماوها في الارض وداو لها صوالحها وهربوا. وكما كنت تشوفوا هي كانت تطارد فيهم خوتنا بعد ما داو لها الهاتف تاعها، لان بالك الهاتف تاعها تعمل به، بالك فيه صوالحها تصاويرها. المهم ما يهمش هذا الشيء، ما يعنيش غير الهاتف فيه صوالحها ولا يعني لازم ترجعه.
ولو كان الهاتف فارغ، لو كان غير حاجه خفيفه، لو كان مفتاح بورتوكلي، المهم يعتبروا سراقين ويعتبروا اعتدوا عليها ولازم يتعاقبوا على واش داروا. زيدوا تبعوا فيديو اخر. هذا الفيديو انتشر اليوم بشكل كبير جدا وواسع في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو الذي يظهر 3 أشخاص يقومون بالاعتداء على هذه الفتاة التي ركضت وراءهم تصرخ ارجعوا لي هاتفي، ولكن بلا رحمة بلا شفقة. الشخصان يفران ويهربان. الشخص الثالث لا أعرف هل هو متواطئ، هل هو معهم، هل هو قدم لها المساعدة، لا أعرف. ولكن الشرطة، شرطة ولاية باتنا، وفي ظرف قياسي جدا يتم الوصول إلى هؤلاء الذين اعتدوا على هذه الفتاة. يتم أيضا استرجاع هاتف الفتاة. هاتف الفتاة، أنا كان يهمني ربما أكثر أن يسترجع الهاتف، أن الفتاة قد تكون لديها صور، فيديوهات عائلية، لديها عمل خاص قامت به، لا نعرف. ولكن حرقة الفتاة على تلك أو على ذلك الهاتف يظهر بأن هناك شيء ما. ثم لماذا السرقة أصلا؟ لماذا السرقة أصلا؟ فشكرا جزيلا لشرطة باتنا التي تفاعلت مع الفيديو بشكل سريع جدا ووصلت لهؤلاء، وأحدهم على فكرة أصلا مسبوق قضائيا، مسبوق قضائيا. ففي وقت التكنولوجيا ساعدت الكثير، ساعدت الشرطة الجزائرية وساعدت الشرطة في العالم للوصول إلى المجرمين في ظرف قياسي. نحن نقول مشتبه فيهم إلى غاية اللحظة، نقول مشتبه فيهم حسب اللغة القانونية. هذا هو الخبر يعني. المهم كما سمعتوا واش تكلم الاخ الجزائري ايضا على هادو السراقين وايضا هادو المجرمين كيفاش اعتدوا على هذه الفتاه الجزائريه، والحمد لله بفضل الشرطه تاع ولايه باتنا تم القاء القبض عليهم مباشره ودخلهم للسجن. وعلى حسب ما قال الاخ واحد منهم متبوع قضائيا، يعني كان مبحوث عليه، والحمد لله بعد تداول هذا المقطع مباشره تم القاء القبض عليه. يعني خلاصه الامر خوتنا، الحاجه مليحه هي التبليغ. يعني اللي صور الفيديو هو اللي خلى الشرطه ساعدهم باش يوصلوا لهذو المجرمين. لولا التقاط فيديو لهذه السرقه ما كانوش ربما غادي يحكموهم ولا كانوا غادي يطولوا ولا، لكن عن طريق الفيديو تم القاء القبض عليهم مباشره. ربي يبارك في هذا الشخص اللي يصور، وايضا الناس كامل اللي راهم يصوروا ويبلغوا على هذو المجرمين باش نقوا بلادنا ونصفوها من هذو المرض. هذو المرض راهم في بلادنا وما بغاوش يتربوا، لازم يدخلوا يترباو ويتعاقبوا على واش داروا، ومن بعد كي يندم على واش دار هذا باش يعيش كيما الناس. لا راه بدا باغي يحقر الناس ويعتدي عليهم ويسرق، مكانه هو السجن. هذه هي. المهم كما سمعتوا الاخ قال لكم تم القاء القبض عليهم مباشره بعد تداول المقطع. لذلك نتمنى من كامل الجزائريين يتوعوا ويتعلموا ثقافه التبليغ. هذه هي باش نساعدوا الشرطه ودركوا كامل باش نحافظوا على بلادنا وننقوا المجتمعات تاعنا. المهم الحمد لله قال لك يعني تليفونها رجع لها، صوالحها كامل رجعوا لها، والاشخاص تم القاء القبض عليهم ويتعاقبوا على واش داروا ويدخلوا ينالوا العقاب تاعهم. المهم لايك، اعطونا رايكم، اللي مش مشترك اشترك. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وحلقه جديده. تحيه الجزائر، تحياتي للجميع، السلام عليكم.